لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما بقيت في يدي إلا صفيحة يمنية. الكلام ده قاله خالد بن الوليد عند أول معركة شارك فيها مع المسلمين، معركة مؤتة، أول معارك المسلمين ضد الروم. ودي المعركة اللي لقب بعدها خالد بن الوليد بسيف الله المسلول. في سنة 8 هجريا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير برسالة لملك بصرة يدعوه فيه للإسلام. ولما حارس قرب على الشام وبالتحديدا في منطقة البلقاء قابله واحد اسمه شرحبيل بن عمرو الغساني. شرحبيل كان ملك الغساسنة في الوقت ده، وأول ما شاف الحارس عرف إن هو رسول من النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر الجنود إنهم يربطوه وراح قطع رقبة الحارس بن عمير. النبي لما سمع خبر استشهاد الحارس غضب غضبا شديد، لأن كان معروف عند العرب زمان إن الرسول لا يقتل لأي سبب من الأسباب. صعد النبي عليه الصلاة والسلام للمنبر وقال للصحابة إنهم يتجهزون للجهاد في سبيل الله. وجهز النبي جيشا مكون من 3000 صحابي في معركة أشبه بالانتحار للمسلمين لعدم تكافؤ العدد والعداد بين المسلمين والروم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب زيد فجعفر، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام إنهم يروحوا للمكان اللي اتقتل فيه الحارس ويصرخوا في البيزنط إما أن يدخلوا في الإسلام أو القتال. وصل خبر المسلمين لشرحبيل وأمر بتجهيز 100,000 مقاتل، في حين إن المسلمين 3000 مقاتل بس، مفيش مقارنة. المسلمين ما كانوش يعرفوا بعدد الغساسنة، هم طالعين في سبيل الله إما النصر أو الشهادة. ومع ذلك شرحبيل كتب رسالة لهرقل بيطالب فيه دعم، وبالفعل هرقل أمر بضم 100,000 مقاتل كمان علشان يكون 3000 من المسلمين في مواجهة 200,000 من المشركين. وصل الخبر للمسلمين إنهم في عملية انتحارية، 3000 مقاتل مقابل 200,000 مقاتل. المسلمين عسكروا يومين علشان يفكروا هيعملوا إيه مع 200,000، وقالوا نكتب لرسول يرسل لينا دعم علشان يدركوا ان مفيش حد في المدينة. كل المسلمين خرجوا في سبيل الله. بدأ الكلام بين الصفوف وعزيمة المسلمين تقل، فقام عبد الله بن رواح وقال: يا قوم والله ان الذين تكرهونه للذين خرجتم له تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا قصرة، انما نقاتلهم بهذا الدين الذي اكرمنا الله به. فانطلقوا، فانما هي احدى الحسنيين، اما الظهور او الشهادة. فانطلقوا المسلمين لمعركة سطرها التاريخ، 3000 بيبدأوا الهجوم على 200,000 مقاتل. وبدأت المعركة وأدى المسلمين بلاء حسن، لدرجة إن الروم بدأوا يركزوا على اللي حامل الراية. وكان اللي حامل الراية في الوقت ده القائد وهو زيد بن حارثة. وفي الوقت اللي كان بيقاتل فيه زيد بكل شجاعة، واحد من الروم رمى رمح ليقتل زيد ويستشهد، وخد الراية بعده جعفر. ثم بدأ في القتال، والتف الروم حوله لقتل. وهو يقاتل تقطع يديه اليمين فيمسك الراية باليسرى، فتقطع يده اليسرى فيمسك الراية بمنكبيه ثم يقتل. فأخذ الراية عبد الله بن رواحة ثم قتل. كل قادة جيش المسلمين قتل. فأخذ الراية واحد اسمه ثابت بن أقرم واتجه بالراية لخالد بن الوليد، وده كان أول قيادة لخالد بن الوليد على المسلمين. وفي اليوم الثاني بدأ خالد في أول تنفيذ استراتيجي ليه، إن هو يغير ملامح الجيش، وبدأ يبدل الميمنة ميسرة والمؤخرة مقدمة. وأول ما الروم شافوا جيش المسلمين اهتزوا واعتقد أن المسلمين أرسل لهم دعم، وبدأ الروم في التراجع، وبدأ خالد وجيش المسلمين في الهجوم، حتى انتصر المسلمين في معركة شهد لها التاريخ.